الساعة كانت 3:13 الفجر، في شارع هادي في وسط الضلمة، في عمارة قديمة، الدور التاني، شقة رقم 4. ساكنة فيها بنت اسمها مروة، عندها 22 سنة. بنت بسيطة مؤدبة، ملهاش صحاب كتير، لكن عندها شغف غريب. بتحب الرعب، بتقرأ عن الطقوس، وبتقضي ساعات على مواقع بتتكلم عن الوعي بعد الموت. في يوم الجيران لاحظوا ريحة مش مفهومة، تقيلة، خانقة، طالعة من شقتها. خبطوا، محدش بيرد، الأنوار مطفية والكل متوتر. اتصلوا بالشرطة، ولما الشرطة فتحت الباب كل حاجة كانت ساكتة، بس الجو كان تقيل، كأنك داخل على مقبرة. الشقة متبهدلة، الدنيا مقلوبة، وفي وسط الأوضة شنطة سودا، شنطة سفر كبيرة متوسخة وعليها بقع شبه الدم. فتحوا الشنطة، الريحة كانت أسوأ من أي حاجة. جثة متقطعة، ملفوفة ببلاستيك وأسلاك، وشها متشوه، بس في صباعها كان فيه خاتم دهب بسيط، والأم اتعرفت عليه، ده خاتم مروة. البوليس لقى اللابتوب بتاعها، ولقى عليه محادثة مع حساب اسمه شادو 33. المحادثة كانت عن الطقوس، عن ان الانسان ممكن يحس بجسمه بعد الموت، وكان بيقول لها مستني اللحظة اللي تكوني فيها معايا للأبد. واخر رسالة من مروة قالت فيها انا جاهزة، بس تكون معايا فعلا. وبعدها اختفت. الكاميرات شافت شخص لابس كله اسود وشايل شنطة، نزل من العمارة الساعة 3:13، نفس توقيت كل حاجة. بس الغريب مش الجريمة، الغريب هو اللي جه بعد كده. كل ساكن جديد دخل الشقة بيقول نفس الكلام، بيسمع صوت شنطة بتتجرجر على الأرض، صوت بنت بتعيط. واحدة منهم قالت انها صحيت ولقت شنطة سودا قدام باب اوضتها، وبعدها اختفت يومين، ولما رجعت كانت مرعوبة وسايبة الشقة للأبد. وفي يوم واحد من السكان لقى مكتوبة على حيطة الأوضة بخط مش مفهوم: جيت، استنيتك كتير.